السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا عارفين ان في الويندوز فون حاجة اسمها كورتانا، دي زي مساعد شخصي. تمام. وموجودة في ويندوز 10 اللي سمع عنه، وطبعا هو اطلق من فترة بسيطة. موجود فيه كورتانا وبتبدأ انت تظبطها، لكن في مشكلة هتواجهك، هي مش موجودة غير في الولايات المتحدة وبعض البلدان الاخرى. في الوطن العربي مش موجودة. طب عشان احنا نعملها في الوطن العربي ونفعلها، هتعمل ايه؟ تدخل على الاعدادات، تايم واللانجوج، هتغير المكان اللي انت عامله، سواء وانت بتسطب النسخة في الاول خالص وانت بتثبتها على الجهاز عندك. المكان اللي انت ظبطته، اي مكان اي تعملته، بتبدأ تخليه، بتغيره اول ما بتدخل هنا، بتغيره تخليه يونايتد ستيتس. تمام. عشان كده يعني انك كأنك موجود في اليونايتد ستيتس، الولايات المتحدة الامريكية. وبعد ما تفعلوا كل حاجة تمام، انا طبعا مفعلها من قبل كده. فبتيجي هنا بتقول لك يعني اسمك ايه، فانت بتبدأ تكتب اسمك، تبدأ تكتب البيانات بتاعتك، وكل حاجة تمام، لأنها هتبقى بتندمج باسمك. يعني مثلا انت هتكلمها، هتقول لك اسمك ايه، هترد عليك وزي كده. هي مساعد شخصي بتبحث لك في النت وفي كل حاجة تمام، واكيد حضرتكم سمعتوا عنها. على سبيل المثال مثلا، هي كورتانا، Yes, how can I help? هاو كان اي هيلب. تمام. تبدأ تقول لها اي حاجة وهي بترد عليك، او بتفتح لك السيرش في النت وتجيبها لك. تمام. اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم، ويا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لنا لايك للفيديو، وما تنساش تعمل لنا كومنت لو محتاج اي حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.